أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، وفيها نتوقف عند تصريحات ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي عقده بنيويورك، عبر فيه عن ثقته التامة في أن يتمكن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من وقف ما وصفها بسياسة التخويف التي ظل ينتهجها النظام المغربي ضد الأمم المتحدة في قضية الصحراء. مع ضيفي مشاهدينا الكرام في الاستوديو سيدة عائشة رحال، الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية نساء صحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. سيدة عائشة رحال، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة. أهلا بك وشكرا جزيلا لقناة فرنسا 24 على الحياد ديالها، لأنها أول مرة في التاريخ يكون ان ديبا بين صحراوي مغربي وصحراوي جزائري أو بوليزاري. مرحبا بك، ورحب اسمحي لي أن أرحب أيضا أنا وأنت في الجانب المقابل بالسيد أبي بشراي البشير، ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، وأشكره جزيل الشكر على قبول هذه الدعوة، أحييه أيضا على قبول هذه الدعوة، ربما لأنها تطلبت شجاعة سياسية من نوع خاص، وسنعود على هذا الأمر. مرحبا بك، شكرا جزيلا. وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا. أهلا بكم إذن. وسؤالي الرئيسي أبدأ من تصريحات ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة سيد البخاري أحمد، ما تعليقكما بشكل عام على هذه التصريحات؟ هل مفادها فعلا أن جبهة البوليساريو لم تستسغ بعد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وتشعر تدريجيا بوقع الصدمة بإدراكها أن موقعها في الاتحاد الإفريقي ودوليا بات مهددا، خاصة بعد تغير حتى الأمين العام للأمم المتحدة كما كتبت الصحافة المغربية؟ سيد أبي بشراي البشير، اسمح لي أن أعطي الكلمة أولا سيدة عائشة الرحال وأعود إليك. سيدة عائشة الرحال، أهلا بك من جديد. شكرا. المغرب عندي عن البوليساريو مرتبك الآن، لأن المغرب من طلب العودة بتعليق عضوية البوليساريو، ووافقوا عليها تقريبا أزيد من 39 دولة إفريقية، يعني الأغلبية موافقين عليها. هذا هو أظن أنه اللي خلاهم مرتبكين، لأن الطلب ما كان طلب العودة فقط، كان طلب مع تعليق عضوية البوليساريو. ولكن تم التغاضي عن هذا الشرط، وعاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي دون تعليق عضوية جبهة البوليساريو بدعم من 39 دولة. لم يتغاضى المغرب عن هذا الشرط. أطرح عليك السؤال، هل معنى هذا المؤتمر الصحفي دلالات التوقيت سيد أبي بشراي البشير، هل معنى أنه ثمة نوع من الارتباك كما تقول ضيفتي في الاستوديو، أن جبهة البوليساريو لم تستسغ عودة المغرب للاتحاد الأفريقي وما زالت تعيش، ربما تدرك نوع الصدمة التي تعيشها كما كتبت الصحافة المغربية، في تعليق على المؤتمر الصحفي للسيد البخاري أحمد؟ لا، شكرا جزيلا. في البداية لابد من أن أوضح نقطتين هامتين. الأولى تتعلق بما تفضلت به الضيفة الكريمة في معرض حديثها في البداية. ليس هناك صحراويون مغاربة وليس هناك صحراويون بجنسية أخرى، هناك صحراويون في هناك جنسيتك. أنا جنسيتي أنا جنسية مغربية. من نهار خلقت عندي جنسية مغربية. جيد، أنت مغربية، اتخذتي قرارك بأن تكوني مغربية. ولكن الصحراويين نحن إذا بدأنا بالمناكفة، يعني أنا في الحقيقة قلت لك يا سيد حكيم لا تضعني في موقف محرج. لا أريد أن يكون الحوار صحراويا، لأن طرفي النزاع واضحين ضمن القانون الدولي وضمن مسار المفاوضات، والملك وما أدراك ما الملك جلس إلى جانب الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي داخل الاتحاد الإفريقي. إذن هذه المسألة متجاوزة بشكل نهائي. أوكي، أرجوك الملك بكل احترام لا تتحدث عنه، تحدث معي أنا كصحراوية. هذا يا سيدتي، نحن في حوار في بلد ديمقراطي. جلوس الملك داخل الاتحاد الإفريقي هذا ليس دليل على أن المغرب معترف بالبوليساريو، هذه يلزمكم تعرفوها. وأنا من هذا المنبر كنشكر جلالة الملك اللي ردنا للاتحاد الإفريقي باش ما يبقى هناك فراغ. تم البوليساريو ترد. هل لدي فرصة أن أتكلم؟ سيدة عائشة رحال،
يبلور فكرته. يبلوره يستفز في نفس الوقت. لا أنت دوني لديك وسيعود إليك. أنا أود أن أفهم لما وددت التوضيح بأنه لا يوجد صحراوي مغربي، هذه النقطة، وصحراوي من جنسية أخرى. ما الذي أزعجك في هذا أزعجني بأن الشعب الصحراوي لم يعطى له إلى الآن حقه في تقرير المصير، وبأنه إلى أن يعطى للصحراويين حقهم في التصويت في اختيار ماذا يريدون أن يكون وما هو الوضع النهائي لإقليم الصحراء الغربية، فإن جميع الصحراويين صحراويين ينتمون إلى إقليم بصدد عملية استعمار غير مكتملة، والخيار الديمقراطي هو الذي سوف يتحكم. هذه النقطة الأولى. فيما يتعلق بانضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، يا سيدي نحن نعتبر هذا انتصارا. لماذا انتصار؟ نتذكر جميعا حين كان ملوك المغرب يرفضون حتى أن تطئ أقدامهم بعض العواصم الإفريقية احتجاجا على وجود ممثل للجمهورية الصحراوية. الآن الملك المغربي يجد نفسه مضطرا إلى ابتلاع نخوته وإلى ابتلاع من أجل الجلوس إلى جانب الجمهورية الصحراوية. المغرب حاول سنة 1998 وحاول سنة 1999 وحاول حتى في قمة كيغالي، ما قال الملك حينها تصحيح الخطأ التاريخي من خلال تجميد عضوية الجمهورية الصحراوية، ولكنه توصل إلى القناعة بأن التضامن مع كفاح الشعب الصحراوي مسألة متأصلة في الاتحاد الإفريقي، ووجد نفسه مجبرا إلى تمرير المصادقة على القانون في ظروف إكسبرس عاجلة داخل مجلس الوزراء وداخل البرلمان من أجل وفي التالي ما هي الوضعية الحالية؟ المغرب يجلس مع الجمهورية الصحراوية كالعضو 55 بنفس الحقوق وبنفس الواجبات، نفس الحدود ونفس الواجبات، والمغرب يجلس إلى جانب الجمهورية الصحراوية على التعبير. النقطة الأولى اللي نناقش مع الأخ بشراية قضية الجنسية. هو مغربي مثله، لكن هو فضل أنه يعود جزائري، لأن اللي كيتحركوا في أوروبا يعني أنا خليتك تتكلم. هذا نقاش هامش. معليش ما علاقة هذا بالمسألة التي وضحها؟ سيدة عائشة، نعود إلى هدوئنا. لا هو فقط طالما أننا نتحدث عن هذا الموضوع وتجاوبت ما معه، إلا أنه يعتبر موضوع هام، فقط تعبر عن رأيها. وأعود إليك سيد بي بشراي البشير. أنا بغير لا لك حق الرد. تفضل. النقطة الأولى الجنسية دون أن نطيل فيها. 5 مينوت. النقطة الأولى جلالة 5 دقائق طويلة. 3 مينوت. النقطة الأولى جلالة الملك محمد السادس ما تتكلم فيه ولا تقول فيه شي، تكلم معايا انا. لماذا ولكن لماذا توقفت عن نصره الله؟ تبعي نصره الله. جلالة الملك نصره الله وأيده. سيدة عائشة، ندخل مباشرة في صلب الموضوع. الذي يمكن له الاحترام. الاحترام مكفول لكل الأطراف. ندخل مباشرة في صلب الموضوع. نقطة الجنسية. انتم على الأرض الجزائرية، الجزائرية ما هي عطيتكم حق في شراء السكن، ما عطيتكم حق في الجنسية. الجنسية تعطيها ذوك الأشخاص اللي تعطيهم تمثيليات عنهم يمثلوا جبهة البوليساريو خارج الجزائر. أوكي. بطاقة لاجئ ما هي عندهم. أبسط مثال مساكن السويد معدلة مساكن للاجئين اللي فوق أرض، هما أكثر من 10 سنين فوق الأراضي الجزائرية وما هي موفرة لهم السكن. يعني رد أجيبيه على مسألة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. المغرب اضطر إلى التنازل ويقف أو يجلس جنبا إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية. المغرب لم يتنازل، لأن المغرب لم يخرج ولو دقيقة عن الاتحاد الإفريقي. المغرب كان دائما حاضرا كل دقيقة بالاتحاد الإفريقي، من خلال سياسات الملك، من خلال سياسة طبعا، من خلال دبلوماسية الملكية اللي إن شاء الله راهي ماشية بينا للأمام في قضية الصحراء. أجبني الآن سيد بي بشرى البشير في صلب الموضوع. سألتك عن تصريحات السيد البخاري أحمد في هذا التوقيت بالذات، هل مفادها أن ثمة قلق من ما طرأ من تغييرات على الاتحاد الإفريقي أولا، وما طرأ من تغييرات حتى على الأمانة العامة للأمم المتحدة؟ كيف نفسر هذه التصريحات اللافتة للسيد البخاري أحمد؟ بالعكس، نحن قلنا أن انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي تطور جيد، على اعتبار بأنه كما قال أحد وزراء الخارجية الأفارقة أن الدول كالأشخاص تمر بحالة الصبيانية بالمشاكسة والرفض،
ولكنها تصل إلى سن الرشد ورجحان العقل. ونتمنى بأن المغرب الآن مثلما قبل الجلوس مع موريتانيا منذ سنة 1963 إلى 1969 رغم عدم الاعتراف بها، قد توصل إلى النتيجة بأنه حان الوقت للتعامل مع المعطى الوطني الصحراوي والجمهورية الصحراوية كأمر واقع. فيما يتعلق بتصريحات ممثلنا في نيويورك والآمال المتوقعة على غوتيريس، أخي أقول لك بأن أي مسار سلمي هو نوع من رقصة التانغو، ما لم يكن هناك شريك غير ممكن. المغرب استقال بشكل رسمي من التعاون مع الأمم المتحدة منذ مارس 2012 توقف آخر جولة للمفاوضات. المغرب طرد المكون المدني للمونورسو. المغرب امتنع عن استقبال الأمين العام ووجه إليه كل أشكال الشتائم مارس سنة 2016. المغرب يعترض بشكل جوهري على المبعوث الشخصي للأمين العام. المغرب أخيرا ارتكب حماقة القيام بخرق في وضح النهار للبند الأول من اتفاق وقف إطلاق النار والإخراج قواته. تجيبك سيدة عائشة رحال القرقرات. نعم سيدة عائشة رحال. دعني أكمل دقيقة. وبالتالي فإن غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة شخصية محترمة لديه اطلاع قوي على ملف الصحراء الغربية، زار مخيمات اللاجئين الصحراويين، زار المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وهو يأتي الآن ويأتي الآن على دراية كاملة بالملف ولن حتى أكون منصفا سيد أبي بشري البشير، يعني تتحدث عن ثقة ولكن البعض قد يصفها حذر من قبلكم تجاه الأمم المتحدة وتجاه غوتيريس. لما هذا الأمر؟ لأن سيد البخاري كما رأى كثير عبر عما يشبه التحذير عن أمله وثقته، فأن لا يسمح غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة سيد عائشة الرحال بأن يرهبه المغرب. يقول لدي ثقة تامة في أن يتمكن الأمين العام الجديد من وقف سياسة التخويف التي ظل ينتهجها النظام المغربي ضد الأمم المتحدة. وضيفي ذكر ما حدث حتى مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة. ردك عليه. أوكي، سابق ما نجاوبك هذا السؤال، نبغي نشير للأخ بشراية أن الصحراء ما هي مستعمرة، لأن المغرب منين رد الأقاليم الجنوبية. هذا ما تقوله الأمم المتحدة. خليني نتكلم أنا، ولكن هذا ما تقوله الأمم المتحدة. أنا ما كنقاطعك، أنا ولكن هذا ليس كلام البوليساريو. ولكن هذا ليس كلام البوليساريو، هذا كلام الأمم المتحدة. وهذا كلامها. لماذا توجد بعثة للأمم المتحدة تسمى تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية؟ لماذا توجد أنني كنت أعمل داخل مينورسو؟ من الممكن كنت أعمل داخل مينورسو مثلك مثل عشرات المغاربة. لا كنت أعمل داخل منظمة الأمم المتحدة، وأقولها عبر القناة ديالكم، وبغيت نوضح ياسر من الأمور. هناك بعض الأشخاص يعملون بمنظمة الأمم المتحدة غير محايدون. بمعنى ما معنى كلامك هذا؟ هناك عدة فيديوهات أسجل عندكم في الجبهة يحرضون على الحرب ويحرضون على الانفصال. نبغي نجاوبوا أخ. اسمح لي أجيبيني في صلب حتى سؤال. اوكي، نبغي نشير على ان الصحراء غير مستعمره، لان المغرب من استرجع الصحراء جبر فيها اسبانيا. لم تكن هناك دوله صحراويه قائمه عندها عمله وعندها علم، يعني قائمه بحد ذاتها. اوكي، لقى اسبانيا والحجار ما لقى شيء. فهمتني اخ بشراي؟ هذا موكول للامم المتحده لفض هذا النزاع، ولا نتمكن من فض هذا المساء. والامم المتحده اسمح لي اخ حكيم، عقب التصريحات الاخيره ديال بان كيمون، واللي هو خلانا نحن المناضلون الاحرار اللي في الصحراء اللي ندافعوا على مغربيه الصحراء رانا نتحدث عن الاحتلال. نو اي تصريحات بان كيمون فعلا قال عن على ان قال ان المغرب محتل الصحراء. هذا دليل على ان بان كيمون كان غير محايدا. لذلك نحن الصحراويين المغاربه الاحرار عندنا نتحركوا في الدول الاوروبيه وفي امريكا. جاوبينا على هذه النقطه، هل يرهب فعلا المغرب؟ لأن هذا ثمة تحذير. احنا لا نثبتوا مغربية الصحراء بالأمم المتحدة أو بدون الأمم المتحدة. الوضع طريق لا يتبدل، طريقة الدفاع عن قضيتنا لا تعود مختلفة
مختلفة بواحد الطريقة قوية جدا. يعني وكأن جبهة البوليساريو تتهم المغرب باعتماد سياسة التخويف تجاه الأمم المتحدة. المغرب لم يستعمل سياسة تخويف مع الأمم المتحدة. يعني كلام السيد البخاري أحمد مردود عليه حين يطلب من الأمم المتحدة ومن الأمين العام للأمم المتحدة وقف سياسة التخويف التي ظل ينتهجها النظام المغربي ضد الأمم المتحدة. ممكن نشير واحد النقطة في الأمم المتحدة. هذا السيد البخاري يقول هو معنا ممثل الأمم المتحدة. أنا قابلته بدون شخصنة الأمور. أنا قابلته كيف يعقل هو ممثل الأمم المتحدة عنده أيدي يعني باج فيه جمعية منظمة غير حكومية مثله. إذا كان هو ممثل البوليساريو يجب أن تكون عنده شارة مختلفة جدا. أود أن أطرح عليك ولكن كما تعقب لأن لدي سؤال مهم. لا أعقب لأن جميع القضايا التي أظهرتها السيدة هي قضايا هامشية ليست لديها علاقة مباشرة بالأسئلة التي تطرح. ولكن دعني أعلق بموضوع واحد. هذه الصورة صورة مظاهرة مؤيدة. أنا لا أرغب في الصور. لا سيد أبي بشراي، نحن سياستنا في القناة لحظة واحدة السيد عائشة رحال أنا أجيب. يعني سياستنا في القناة أن لا ننشر صور ولا نبث على الهواء لأنه يصعب على المباشر تحقق من مصداقية هذه الصور، لا أكثر ولا أقل. فقط نضع الصور ولكن أضمن أيضا الالتزام بالجوهر. لا أكيد أنا الجوهر سآتي إليه. أنا أود أن أسأل سؤال بشكل مباشر وفي لب الموضوع. على الصورة. لا يعني هو ظهر الصورة. أنا مصر أن أعقب. أرجوك دقيقة. لا أنا سأعقب على الصورة. معليش ستعيدين. هذه وقفات تنظم داخل نعود إلى هدوئنا. ما فيش حتى إشكال. سأعطيك الكلمة. هذه وقفات تنظم داخل. أوكي سأعطيك الكلمة لا ضير في ذلك. الآن ما أود أن أطرحه عليك كسؤال. الرسالة واضحة من سيد البخاري أحمد يقول إن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي بمثابة اختبار للرباط في مسألة احترام ومدى احترام ميثاق الاتحاد الأفريقي الذي ينص على احترام حدود وسيادة الدول. هل هذه هي الرسالة التي توجهونها مباشرة إلى المغرب، خاصة وأنكم تضربون موعدا مع المغرب خلال القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي وكأنكم ستراقبون كل خطواته؟ شوف يا أخي الكريم، المغرب حاول أن ينضم إلى الاتحاد الإفريقي خلال قمة كيغالي في شهر يوليوز سنة 2016 من خلال توجيه رسالة، وتصور بأن الأمور بسيطة. يحكي لي على اليوم أرجوك حتى انضم إلى الاتحاد الإفريقي وقبلت دول الاتحاد الإفريقي انضمامه لأنه صادق على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي. والشيء الذي لا يعرفه المغاربة أن البرلمان المغربي ومجلس الوزراء صادق على الميثاق التأسيسي الذي يتضمن العضو رقم 29 الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. الآن المغرب إذا كان حقيقة ينضم إلى الاتحاد الإفريقي من منطلق إيمانه بالميثاق التأسيسي فبالتأكيد فربما هذه تشكل خطوة إيجابية من أجل المساهمة في تسوية النزاع ومن أجل إعادة الدور المحوري لإفريقيا في الدفع تجاه تصفية الاستعمار وتنظيم استفتاء تقرير المصير. وبالمناسبة القمة التي انضم فيها المغرب إلى الاتحاد الإفريقي صادقت على مجموعة من القرارات تدعو الأمم المتحدة إلى تحديد تاريخ عاجل للاستفتاء تندد باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. سيد أبي أنا ليست لدي معلومات في هذا السياق، فقط حتى أكون منصفا من حيث الوقت أستسمحك. تجيبك سيدة عائشة رحال باختصار شديد تعليقك على هذه الصورة دون أن نطيل. ويقول أن المرحلة المقبلة ستكون اختبار نوايا المغرب لأنه عودته إلى الاتحاد الأوروبي بمثابة الاعتراف بجبهة البوليساريو كدولة. لم أكمل كلامي. الاعتراف بجبهة البوليساريو كدولة. تفضل. نتكلم لك على هذه الصورة اللي نعرف باختصار لأنه هو لم يتحدث عنها. هذه الصورة ديال وقفة كتنظم في العيون بتنسيق مع بعض الانفصاليين كاينين عندنا في العيون. قابلت أنا بعض النسواء كانوا في بعض الوقفات أكدوا لي أنهم لم يدفعوا لهم لأنهم تكون منح مادية باش يوقفوا هذيك الوقفة. باهي واضح. هذا يجيبك عليه لأنك فتحتي قوسا فله حق الرد على هذا الأمر. أجيبيني الآن على صلب الموضوع. بأن المغرب عاد إلى
رحب وحضن الاتحاد الإفريقي، فهذا معناه يقول ضيفي أنه اعتراف بالجمهورية الصحراوية. هذا ليس اعتراف بالجمهورية الصحراوية، لأن المغرب لما طلب العودة العودة مع تعليق الاعتراف بالبوليساريو في آن واحد، وأغلبية أغلبية الدول الإفريقية وافقوا، أزيد من 39 دولة. ولكن هذا جواب دولة أزيد من 9 لم توافق على تعليق سيدة عائشة حتى تكون الأمور واضحة. اسمح، هل لديك دليل؟ هذه الدول وافقت، عفوا، هذه الدول وافقت على عودة المغرب، لم توافق على طرد كان طلب العودة وتعليق عضوية جبهة البوليساريو من الاتحاد في مرحلة ما تم التراجع عن ذلك سيدة عائشة الرحال. لكن الاتحاد الافريقي لم يشر على انه رفض تعليق عضوية البوليساريو. بمعنى أنا أوضح لك حتى الأمر، الموقف المغربي واضح. سيد ناصر بوريتا الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يعتبر أن عودة المغرب الإفريقية لا تعني الاعتراف بالدولة الصحراوية، هو ربما مجال لفض هذا الإشكال من داخل الاتحاد الإفريقي على أساس احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة. هذا ما لا يقوله المغرب. عاد ليؤكد على مغربية الصحراء من داخل الاتحاد الإفريقي. على كل نحن لا السيدة لم تطلع بشكل بما يكفي على قرارات الاتحاد الإفريقي. لا، هو موقف حتى الدولة، ولكن على كل يا أخ حكيم، على كل الموقف الرسمي المغربي حتى لو كان عاد المغرب إلى الاتحاد الأفريقي يقول هذا لا يعني الاعتراف بالدولة الصحراوية. ولكن المصادقة على القانون التأسيسي، الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي يتضمن بالضرورة الاعتراف بدولة عضو بالاتحاد الإفريقي، والمغرب الآن يصبح الدولة رقم 55. وعلى كل فيما يتعلق بالاتحاد الإفريقي، أنت تعرف بأن المغرب في القمة الماضية اشترط أن تتم تجميد عضوية الجمهورية الصحراوية، ولكن القادة الأفارقة وقفوا له بالمرصاد. الملك كان يريد أن يزور كيغالي خلال القمة، ولكنه وجوبه طلبه بالرفض، وقيل له بضرورة أن يتبع المسطرة، والمسطرة اتبعها المغرب، وقادت إلى قبول عضويته بعد إعطائه جميع الضمانات في احترام الميثاق التأسيسي. أنا أعلم أن هناك عراقيل كانت تحاك ضد المغرب داخل الاتحاد الإفريقي ضد عودته من طرف الجزائر. هذا قاله المغرب حتى بشكل رسمي وبشكل علني، قاله المغرب هذا الأمر ليس خافيا حين نتحدث عن البوليساريو تقول أن المغرب عاد وهي مرتبكة. تحديدا في هذا ديالها في نفس الوقت كتقول عنها منتصرة، هي مرتبكة ومنتصرة، احنا ما فهمنا. تحديدا في هذا السياق ثمة احتقان حتى في الميدان اليوم، حتى على الجبهة لنقول هذا الأمر، وحتى ثمة حديث عن تعبئة 25,000 عنصر ينتمون إلى جبهة البوليساريو على الميدان. أمين عام جبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي يطلب من الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها وضع حد لما وصفه بالاستفزاز المغربي في منطقة الجرجارات. تعليقك على هذا الأمر، هل ثمة فعلا احتقان قد يقودنا إلى مشاهدة تطور غير محمود للوضع على الميدان؟ والله قضية القرقرات هي فقط الجزائر كتعدى العراقيل منين علمت على أن نيجيريا اللي تخطي خط الغاز إلى أوروبا عبر المناطق الإفريقية، هي تعدى العراقيل باش ما توقف هذاك الانتعاش التنموي اللي عاد يعود في نيجيريا. يعني الجزائر كتوقف مصلحة الأفارقة أينما كانوا. اليوم حتى تعبر عن تبلغ فكرتها وضعية الجيشين من ناحية الجيش الصحراوي كما يسمى والمغربي، كما يقول إبراهيم غالي المسافة الفاصلة بينهما هي 120 متر فقط. هذه استفزازات يعدلوها البوليساريو، يعدلوا استفزازات ويقيسوا الامم المتحده يقول المغرب ما عدا استفزازات. المغرب ما عداش، المغرب عدى الطريق، عدى اسمح لي تكلمت لا معليش، عدى 3 كيلومترات و200 متر فقط لتعبيد الطريق. وهيك المنطقه منطقه عازله كانت
فيها تجمعات إرهابية مؤخرا. بمعنى لأن الوقت دهمنا لدي دقيقتان فقط. تقول ضيفتي أنه لا توجد أي استفزازات على الميدان من طرف المغرب فقط. ربما هذا دليل على أن الوضع محتقن حتى داخل جبهة البوليساريو وأن الوضع مرتبك إزاء الوضعية الحالية من عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أولا وتغير الأمين العام للأمم المتحدة، وقد تهب السفن عكس ما تشتهيه جبهة البوليساريو. يجب أن تعطيني الوقت. دقيقة لك. يجب أن تعطيني الوقت. أولا فيما يخص منطقة القرقرات، المغرب بشهادة الأمم المتحدة عمل خرقا وفي وضح النهار لوقف إطلاق النار، وكان يختبر قوة البوليساريو. البوليساريو توجهت له بالمرصاد، وهناك الآن فيالق من جيش التحرير الشعبي الصحراوي المتواجدين الآن الأصبع على الزناد ومستعدين لمباشرة الكفاح المسلح. هذا نوع من الاستفزاز. الكفاح المسلح. هذا نوع من الاستفزاز. المغرب هو من أخرج قواته. المغرب هو من أخرج قواته يوم 11 أوت، والبوليساريو انتظرت إلى غاية يوم 28 أوت من أجل رد فعل من الأمم المتحدة ولم يأتي، واتخذنا قرارنا السيادي من أجل كبح جماح المغرب. ونحن الآن وإذا كان المغرب يتصور أن لديه القوة فليجرب حظه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، من يوجد في وضعية إحراج وفي وضعية عزلة هو المغرب. عمليا ليست لديه علاقات دبلوماسية مع موريتانيا الآن على مشارف أزمة مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي على خلفية قرار المحكمة العليا الأوروبية التي أقرت بأن الصحراء الغربية ليست المغرب، ومنعت المتاجرة بالمنتجات الصحراوية لأنه بلد مستعمر. والاتحاد الأوروبي طمن المغرب بهذا الشأن. ولأن المغرب بلد محتل الآن. نحن لسنا محتلون من طرف المغرب. المغرب ليس بلد محتل. الآن المغرب بعد الكثير من الغطرسة على مدى 40 سنة يجد نفسه مجبرا على ابتلاع كبريائه والجلوس أمام الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي. كلمة الختام لك سيدة عائشة رحال. أقول لك قضية. الفيصل الأخير هو أن تعطى للشعب الصحراوي الحق في الكلمة. إذا كان الصحراويون يريدون الاستقلال في تقرير المصير بطبيعة الحال. في دقيقة واحدة لأن الوقت دهمنا بشكل رهيب. احنا قررنا مصيرنا يوم زيارة الملك محمد السادس. سيد دبي حتى نحترم رأيها ولا نقاطعها. احنا قررنا مصيرنا. الصحراويين قرروا مصيرهم بالصحراء أثناء زيارة الملك محمد السادس إلى العيون. خرجنا كاملين. سيد دبي أرجوك. سيد دبي تكمل فكرتها. أعطيتك الوقت كثيرا. تكمل فكرتها. لا لأنك أخذت أكثر وقت منها. مرقنا كاملين. قررنا مصيرنا على أن الصحراء مغربية وستبقى مغربية، وعنا نبايع محمد السادس نقولها من هذا المنبر فرانس 24 ونقول مسألة ثانية. أتكلم باسم جميع الصحراويين المغاربة الأحرار الذين لا يريدون الانفصال عن المغرب. أتكلم باسم جميع الصحراويين المغاربة. الصحراوي سوف يواصل مقاومته حتى الاستقلال. ليس هناك استقلال ليس هناك بد من أشكركم جزيلا الشكر. دهمنا الوقت بشكل رهيب. شكرا جزيلا لك سيدة عائشة رحال، الناشطة الحقوقية رئيس جمعية نساء صحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، على قبول الدعوة. وكل شكر جزيل لك سيد أبي بشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا على قبول الدعوة أيضا. كنتم معنا في فقرة وجها لوجه.